السلام عليكم. النهاردة حبايبي هنعمل مع بعض البسارية ملوحة، والطريقة سهلة جدا، والإضافات اللي هنحطها عليها متوفرة في كل بيت. ومش بس كده، ده احنا كمان هناكلها بعد 3 أيام، يعني هتخلليها وتفتحي عليها بعد 3 أيام. مش عايزة حد يقول لي لا ده الأيام قليلة عليها، انتي بس شوفي الفيديو للآخر وبعد كده جربيها واحكمي بنفسك. ويلا بينا نشوف الطريقة. ودلوقتي انا غسلت البسارية وحطيتها في المصفى وسبتها في الحوض صفت ميتها، بعد كده شلتها وحطيت تحت المصفى طبق. تمام كده، يعني ولا سبتها تصفي ساعة ولا 2 ولا نص ساعة ولا حاجة خالص، يعني انا غسلتها واشتغلت فيها على طول. جبت طبق بقى كده غويط وهقلب فيه البسارية. تمام كده. بعد كده هجيب 2 معلقة كبار من الملح، معايا ملح خشن ده اللي هشتغل بيه النهارده اهو. هنزل ب2 معلقة كبار كده ونص من الملح، هحطهم على البسارية. انا كنت جايبه 1.5 كيلو بسارية، خدت نصهم يعني يعتبر كده 1.25 كيلو. تمام، عشان خاطر انا كنت عامله فسيخ، فهقدم البسارية والفسيخ مع بعض، فبقيت البسارية انا رفعتها في الفريزر. ودلوقتي ممكن يجي لي سؤال كده، يتقال لي ان الملح كده انت حاطه ملح كتير. لا، الملح مش كتير ولا حاجه. اولا الملح خشن ما بيدوبش بسرعه، ثانيا احنا هنفتح عليها بعد 3 ايام، فلازم نحط لها الملح المظبوط. ودلوقتي هجيب ليمونه كبيره كده حلوه واعصرها بقى على البسارية معانا كده. هعصر الليمونه كامله. ودلوقتي هجيب معلقه سيليكون واقلب بقى البسارية كده مع الملح والليمون. وبلاش تستخدمي معلقه معدن في تقليب البسارية، لان المعلقه هتهري البسارية، والبسارية بطبيعتها اساسا ضعيفه. ما عندكيش معلقه سيليكون ممكن تستخدمي ايديكي، هتكون افضل. ودلوقتي بعد ما قلبنا البسارية كده خلاص استخدميها. انا هنا جبت علبه تلاجة وهقلب فيها بقى كده على طول البسارية. تمام كده. همسك العلبة بقى كده وارجها عشان اسويها واخبطها كده، عشان خاطر تبقى متساوية كده وما يبقاش فيه اي فراغات تحت. حسيت ان الوش كده في مكان عالي كده، فقلت اسويه بالمعلقة. تمام كده. ودلوقتي هجيب رشة خفيفة كده من الملح ورشها على وش البسارية من فوق. ويا ريت يا حبايبي ما تنسوش تدعمونا باللايك، واللي اول مرة يشوفنا اتمنى ينورنا في القناة. واخر حاجة هننزل برشة كده من الزيت. رشة الزيت دي هي اللي بتحفظ لنا البسارية. وبعد كده بنجيب اي كيس موجود عندك بقى وتغطي بيه البسارية عشان تبقى محكمة في الغلق، ما يوصلهاش اي هوا. تمام كده. وطبعا انت لو ما عندكيش اي حاجة تخللي فيها البسارية ممكن تخليها في كيس زيها زي ما عملنا الفسيخ كده بالظبط. وبعد كده بنسيبها زي ما هي كده لمدة 3 ايام، ما بتقربيش ناحيتها ولا بتفتحي عليها ولا بتقلبيها ولا حاجة خالص. بعد 3 ايام هنفتح عليها مع بعض. ودلوقتي بعد ما عدى 3 ايام هنفتحه مع بعض بقى كده. وبسم الله ما شاء الله، بعد 3 ايام طالع زبدة سايحة كده جميل. انا قدمته جنب الفسيخ. هو دلوقتي يعتبر جاهز معاكي على الاكل مباشرة. احنا نعتبر محدقينه ومتبلينه في نفس الوقت. هيطلع معاكي لا عايز ملح ولا عايز ليمون ولا عايز زيت ولا حاجة خالص، طالع على الاستخدام على طول. هتاكلي منه وتدعيلي. وبالمناسبة حبايبي، انا ما بقدم لكوش الحاجة غير بعد ما اكون جربتها مرة و2 و3. يعني الطريقة دي انا ماشية عليها بقالي سنين، هي والفسيخ برضو في ناس مستقلية ال5 ايام، بس انا حابة اقول لكم ان الطريقة دي انا واخداها من مصدر ثقة، يعني ناس شغالين في الفسيخ بقالهم سنين، محلات كبيرة جدا وموثوق فيهم. والطريقة اعتمدتها وقلت لقرايبي واصحابي وجيراني، ومن ساعتها واحنا كلنا بنفتح بعد 5 ايام. ونرجع تاني للبسارية، لو انت عايزاها حدقها ازيد من كده ممكن تسيبيها يوم كمان او 2، اكتر من كده هتدوب منك. ولو انت الحدق بتاعها مناسب ليكي تقدري تصفيها من المية وتشيليها في التلاجة، او تسيبها بميتها مش هتفرق، لان وجودها في التلاجة بيوقف عملية التمليح.